بيبدأ الفيلم في باريس بقاتل محترف اسمه جون، وهو بيراقب الفندق اللي هينزل فيه الشخص المطلوب منه يقتله. وبيكون القاتل موجود في شقة قصاد الغرفة اللي هينزل فيها الشخص ده. وبيبدأ جون يومه بيمارس اليوجا وكمان بيسمع مزيكا، وبعدها بينزل من الشقة بيشتري فطار، وبعدين بيتصل بالمحامي اللي كلفه بالمهمة واللي بيكون اسمه مايكل. وبيقول جون للمحامي انه بقاله 5 أيام مستني الشخص اللي هيقتله، لكنه لسه لحد دلوقتي موصلش الفندق، وانه هيستنى لتاني يوم بس، ولو الشخص اللي هيقتله موصلش هينهي المهمة. وبعدها جون بيكسر التليفون اللي بيتكلم منه وبيرميه في الشارع. وبعدها بيرجع جون شقته وبيكمل مراقبة الفندق. وبالليل بيوصل الشخص اللي هيقتله، وبيظهر انه رجل اعمال كبير، فبيجهز جون بندقيته وبيصوبها ناحية الأوضة اللي موجود فيها رجل الأعمال. وبيكون رجل الأعمال ده معاه واحدة من بنات الليل، فبيصوب القاتل بندقيته على رجل الأعمال وبيركز جدا وبيهدي أعصابه عشان يقدر يصيب الهدف. وبالرغم من كل ده جون بيخطئ الهدف وبيقتل البنت اللي كانت مع رجل الأعمال. فبيتصدم جون من اللي حصل، لكنه بيتحرك بسرعة وبيلم كل حاجته وبيهرب من المكان بسرعة قبل ما الحرس الخاص برجل الأعمال يحددوا مكانه. وبينزل القاتل الشارع وبيسرق موتوسيكل وبيهرب بسرعة في شوارع باريس. وبعدها بيروح لبنزينة وبيستخدم الحمام بتاعها وبيتخلص من هدومه، وكمان بيحلق دقنه وبيلبس هدوم جديدة عشان محدش يتعرف عليه. وبعدها بيركب تاكسي وبيروح المطار عشان يسافر ويسيب فرنسا. وفي المطار بيتصل بالمحامي مايكل وبيبلغه بكل اللي حصل، فبيتعصب عليه مايكل وبيقوله انه كده هيسبب لهم مشكلة كبيرة مع العميل اللي كلفه بالمهمة دي. لكن جون ما بيشغلش دماغه بكلام المحامي وبينهي المكالمة، وبعدها بيكسر التليفون وبيستخدم القاتل جواز سفر مزيف وبيحجز تذكرة طيران. وأثناء ما هو بيحجز التذكرة بيلاحظ إن في شخص في شباك التذاكر اللي جنبه مركز معاه، وما بيكونش مرتاح للشخص ده وبيشك إن الشخص ده بيراقبه. وبعد ما بيحجز التذكرة بيشوف نفس الشخص موجود في صالة الانتظار، فبيقرر إنه يفوت الرحلة وما يركبش الطيارة، وبيقضي الليلة في الفندق الخاص بالمطار عشان تاني يوم يركب طيارة تانية. وفي أوضته في الفندق بيحط القاتل كوباية على مقبض باب الأوضة وبيحط تحت منها الصينية اللي كان عليها الأكل، وده عشان لو حد اقتحم عليه الأوضة يحس أول ما الباب يتفتح. وبعدها بيقعد جون على الكرسي وبيمسك سكينة وبيحطها جنبه وبيكون مستعد لأي حد يهجم عليه. وتاني يوم القاتل بيركب الطيارة المتجهة للبلد اللي هو عايش فيها، وبمجرد ما بيوصل القاتل لبلده بيركب عربيته واللي بتكون موجودة في الجراج الخاص بالمطار. وبعدها بيتجه لبيته اللي بيكون موجود في غابة من الغابات البعيدة عن المدينة. وأول ما بيوصل بيته بيشوف أثر أقدام عند البوابة الرئيسية للبيت، فبيفهم إن في حد اقتحم البيت وبينزل من عربيته بسرعة وبيطلع مسدسه وبيمشي ورا آثار الأقدام لحد ما بيدخل بيته. وجوه البيت بيشوف آثار دم كتير في كل مكان. وبعدها جون بيروح على المستشفى اللي موجودة في المدينة، وهناك بيقابل شخص اسمه ماركوس، وبنعرف إن ماركوس ده يبقى أخو نيفين خطيبة القاتل واللي كانت موجودة في بيت جون أثناء سفره. وبيظهر إن نيفين اتصابت إصابات خطيرة جدا، وبيحكي ماركوس لجون إن نيفين تم الاعتداء عليها وإن هو قدر يشوف الاتنين اللي هجموا على أخته نيفين، وده أثناء هروبهم من البيت. وبيقول له إن الاتنين دول كانوا راجل وست، وبيوصف له ماركوس شكلهم وبيقول له إن الراجل كان ضخم وشكله شرس والست رفيعة وشعرها أبيض. وبيقول له إنه هو شافهم وهم بيركبوا تاكسي لونه أخضر كان مستنيهم قدام البيت، فبيهديه جون وبيقسم له إنه هينتقم لنيفين من اللي هم عملوه فيها. وبعدها بيفضل جون في المستشفى مع خطيبته لحد ما بتيجي الدكتورة وبتطمنه وبتقول له إن حالتها بقت في تحسن. وبعدها بتفوق نيفين وبتحكي لجون على اللي حصل، وبتقول له إن الاتنين اللي هجموا عليها في البيت كانوا جايين عشان يقتلوه هو، وإنهم حاولوا يعرفوا منها مكانه فين، لكنها لما رفضت تقول لهم هجموا عليها وحاولوا يقتلوها، لكنها قاومتهم وطعنت الراجل الضخم في رجله. فبيطلب منها جون إنها تنام عشان محتاجة ترتاح. وبعدها بيرجع على بيته وبيحفر حفرة كبيرة في الحديقة الخاصة بالبيت، وبيكون عاوز يوصل لخزنة كبيرة واللي بيكون موجود فيها مجموعة من الأسلحة المختلفة وجوازات سفر مزورة وتليفونات. وتاني يوم بيلم جون حاجته كلها وبيحطها في شنطته، وبعدها بيركب عربيته وبيمشي في المدينة وبيدور على التاكسيات اللي لونها أخضر، وبيقدر يوصل لعدد من التاكسيات اللي لونها أخضر في المدينة وبيعرف اسم الشركة اللي مشغلاهم. وبالليل بيروح جون على مقر شركة التاكسيات دي وبيقدر يخدع فرد الأمن وبيخليه يفتح له باب الشركة. وبمجرد ما فرد الأمن بيفتح له الباب بيقتحم المكان وبيضرب فرد الأمن وبيكتفه. وبعدها بيدخل على قاعدة البيانات الخاصة بالشركة، ومن خلال سجل الرحلات
الملفات بيقدر يحدد رقم التاكسي اللي كان عند بيته يوم الحادثة، وبعدها بيطلع الملفات الخاصة بكل السواقين الموجودين في الشركة، وبيعرف إن السواق اللي كان سايق التاكسي يومها اسمه ليو، ودايما بيكون موجود قدام المطار. وتاني يوم القاتل بيروح على المطار وبيقابل ليو، وبيركب معاه التاكسي كأنه مواطن عادي، وبمجرد ما بيركب التاكسي بيطلع مسدسه وبيهدده، وبيطلب منه يحكي له عن الناس اللي هو وصلهم لبيته في الغابة. فالسواق بيقول له إنه يومها كان واقف قدام المطار وجاله راجل ضخم شكله مخيف، ومعاه واحدة ست أكبر منه في السن وكانت رفيعة وشعرها أبيض، وبيحكي له إنهم وروا له عنوان البيت اللي في الغابة على الGPS، فراح بيهم على هناك وطلبوا منه يستناهم عشان هيرجعوا المطار تاني. وبيقول له كمان إن الراجل والست دول دخلوا البيت وفضلوا جوه حوالي ساعة تقريبا، وبعدها خرجوا من البيت وركبوا معاه ورجع بيهم تاني على المطار. وبعد السواق ما خلص كلامه جون ضربه بطلقة في دماغه وموته، وبيفهم هنا إن اللي ورا كل ده هو المحامي مايكل، وإن هو اللي بعت الاتنين دول عشان يخلصوا منه لأنه فشل في مهمته. فبيقرر إنه يسافر ولاية لويزيانا في أمريكا، وهناك بيأجر شاحنة وبيشتري معدات معينة، وبعدها بيتنكر في هيئة عامل نظافة وبيدخل مكتب المحامي مايكل من غير ما حد ياخد باله منه، وبيقتحم مكتب السكرتيرة وبيدخل بيها على مايكل في مكتبه، وتحت تهديد السلاح بيطلب منها تكتفه، وبعدها بيخليها تكتف نفسها في الحمام. وبيطلع جون شنطة المعدات وبياخد منها مسدس إطلاق المسامير، وبيضرب المحامي ب3 مسامير في صدره، وبيقوله إنه قدامه دقايق ويموت، وبيطلب منه يقوله على أسامي الاتنين القتلة اللي هو بعتهم، وده في مقابل إنه هيطلب له الإسعاف وينقذه من الموت. لكن جون بيتفاجئ إن مايكل بيموت قبل ما يعرف منه أي حاجة، وبتتصدم السكرتيرة من اللي حصل، وبمجرد ما بيقرب منها جون بتقوله إنها عارفة إنه هيقتلها وأكيد هيخفي جثتها ومحدش هيعرف يوصل لها، فبتطلب منه إنه يخلي حادثة موتها تبان كأنها نتيجة عملية سطو مسلح على البيت، وبلاش يتخلص من جثتها عشان أولادها يستفادوا بمبلغ التأمين على حياتها، وده في مقابل إن هي تساعده إنه يعرف الاتنين اللي كلفهم المحامي بقتله. فبيوافق على العرض ده، وبعدها بيحط جثة مايكل المحامي في الصندوق اللي كان داخل بيه الشركة، وبيخرج هو والسكرتيرة من الشركة وبيروح معاها على بيتها، وهناك بيكتشف القاتل إن عندها نسخة من كل الملفات اللي موجودة في مكتب مايكل، وبيعرف إن الراجل الضخم اللي هجم عليه في بيته اسمه الوحش، وإنه عايش في فلوريدا، وإنه الست اللي كانت معاه اسمها الخبرة وعايشة في نيويورك، وإنه الشخص اللي كلف مايكل بمهمة قتل رجل الأعمال في باريس ملياردير وبيكون اسمه العميل وعايش في شيكاغو. وبعد ما بياخد الأوراق اللي فيها العناوين بيقتل السكرتيرة، لكنه ما بيتخلصش من جثتها زي ما اتفق معاها. وبعدها جون بيروح لمكان بعيد وبيتخلص من جثة مايكل، وبينظف الشاحنة كويس جدا وبيشيل من عليها لوحة الأرقام المزيفة اللي كان مركبها عليها، وبعدها بيرجعها للشركة اللي كان مأجرها منها. وتاني يوم بيستخدم بطاقة هوية مزيفة وبيأجر عربية وبيسافر بيها لولاية فلوريدا عشان ينتقم من القاتل المأجور اللي اسمه الوحش. وبمجرد ما بيوصل لفلوريدا بيروح على عنوان بيت الوحش وبيشوفه هو مع 2 من أصحابه، وبيلاحظ إن الوحش معاه كلب من نوع شرس جدا. فجون بيشتري حبوب منومة ولحمة وإزازة خمرة وبيرجع يراقب بيت الوحش طول اليوم. وبالليل جون بيشوف الوحش وهو بيودع صحابه، وده معناه إن الوحش هيكون لوحده في البيت. فبينزل جون من عربيته وبيقرب من البيت وبيرمي قطعة من اللحمة اللي حط فيها المنوم للكلب، وبيستنى شوية وقت لحد ما مفعول المنوم يشتغل والكلب ينام، وبعدها بيطلع مسدسه وبيتسلل لبيت الوحش وبيدور عليه. وفجأة الوحش بيهجم على جون وبيقع منه مسدسه، وبتقوم بينهم معركة شرسة، وبيظهر انهم هما الاتنين عندهم مهارات عالية جدا، وبيفضلوا يضربوا في بعض بقوة لحد ما بيقدر جون انه يطعن الوحش في رجله. فبيضربوا الوحش ضربة جامدة بتوقعه على الأرض، وبيروح يطلع المسدس بتاعه عشان يقتله. فبيستخبى منه جون بسرعة جوه المطبخ، وبيدخل الوحش وراه عشان يقتله. فجون بيستخدم ذكائه وبيقدر يستدرج الوحش وراه، وبيبدأ يهرب منه جوه البيت لحد ما بيوصل للمسدس بتاعه، وبيمسكه وبيضرب الوحش بالنار وبيموته. وبيصحى الكلب من نومه على صوت ضرب النار، فبيجري الكلب على صاحبه، وبمجرد ما بيشوفه وهو ميت على الأرض بيجري ورا جون. فبيجري منه جون بكل سرعته لحد ما بيخرج من البيت وبيقفل عليه باب السور اللي قدام البيت، وبعدها بيطلع إزازة الخمرة اللي هو اشتراها وبيكون عاملها قنبلة مولوتوف وبيولع فيها وبيرميها على البيت، والنار بتمسك في البيت كله وبتحرقه بالكامل. وتاني يوم جون بيستخدم جواز سفر مزيف وبيسافر على نيويورك، وده عشان يقتل القاتلة المأجورة المعروفة باسم الخبرة. وبمجرد ما بيوصل هناك بيمشي على القواعد اللي هو بيتبعها في كل مهمة. بيروح شركة تأجير عربيات عشان يأجر عربية بهوية مزيفة، بعدها بيروح عند بيت الخبرة
فترة، وبيفضل يراقب البيت طول اليوم، وبيجي الليل وبيشوف الخبرة وهي بتركب عربيتها وبتمشي من قدام البيت، فبيمشي وراها بعربيته وبيشوفها وهي بتدخل مطعم، وبعدها بيدخل وراها وبيقعد قدامها وهي بتاكل، وبتعرف الخبرة إن جون جاي عشان يقتلها، فبتستسلم لمصيرها وبتطلب منه يسمح لها تخلص العشاء الأول، فبيوافق جون، وبعد ما بتخلص الخبرة العشاء بياخدها وبيخرج بيها من المطعم، وبيروحوا على مكان مهجور، والخبرة بتمثل إنها فقدت توازنها ووقعت على الأرض، وبتمدله إيديها عشان يساعدها إنها تقف على رجليها، لكن جون بيرفض يساعدها وبيضربها بالنار في دماغها وبيقتلها، وبياخد باله إنها كانت مخبية في إيديها سكينة عشان تقتله، وبعدها بيركب الطيارة وبيسافر على شيكاغو، وده عشان يقتل الملياردير المعروف باسم العميل، وده لأن جون شايف إن العميل هو السبب في كل اللي بيحصل ده، لأنه هو اللي كلف المحامي بمهمة قتل رجل الأعمال في فرنسا، وأكيد هو اللي كلف الاتنين القتلة دول إنهم يقتلوه، وبيوصل لشيكاغو وبيراقب بيت العميل وبيشوفه وهو خارج، فبينزل جون من عربيته وبيدخل المبنى، لكنه بيلاقي الباب مقفول بقفل من الأقفال المتطورة جدا، فبيصور القفل بتليفونه وبيدور على نوع القفل ده على الإنترنت، وبعدها بيشتري جهاز لنسخ المفاتيح الخاصة بالقفل ده من على أمازون، وبعدها بيكمل جون في مراقبته للعميل، وبيعرف إن العميل بيتمرن في صالة الألعاب الرياضية في واحد من الفنادق الموجودة في المدينة، وبيستخدم هويته المزيفة وبينزل في نفس الفندق، وفي اليوم اللي بعده بينزل من أوضته وبيروح على صالة الألعاب اللي بيتمرن فيها العميل، وبيقدر إنه يسرق مفاتيح الدواليب الخاصة بصالة الألعاب، وبيدخل جون للصالة وبيروح على مكان الدواليب، وبيقدر يحدد الدولاب الخاص بالعميل وبيفتحه وبياخد منه المفتاح الخاص بباب المبنى اللي العميل ساكن فيه، وبيستخدم جون جهاز نسخ المفاتيح اللي هو اشتراه وبيعمل نسخة من المفتاح، وبعد ما بيخلص بيرجع المفتاح لمكانه تاني، وبالليل بيكون العميل في شقته الفخمة وبيتصدم لما بيلاقي جون واقف قدامه، وبيكون كمان رافع مسدسه عليه، فبيستغرب العميل إن جون قدر يعمل كل ده ويخترق كل الاحتياطات الأمنية ويدخل الشقة، وبيكون العميل فاكر إن جون جاي عشان يسرقه، لكن جون بيعرفه بنفسه وبيعرفه إنه هو الشخص اللي المحامي كلفه بقتل رجل الأعمال في باريس، فالعميل بيقوله إنه مفيش مشكلة شخصية معاه، وبيقوله إن المحامي هو اللي قاله إنهم لازم يتخلصوا من أي حاجة تثبت إن ليه علاقة بمحاولة قتل رجل الأعمال في باريس، وبيعرف جون من العميل إن المحامي أخد فلوس إضافية منه عشان يعمل كده، فبيتأكد جون إن العميل مش هو اللي طلب من المحامي إنه يقتله، وبيقرر يسيبه يعيش، لكنه بيعرف إنه لو حاول يقتله هيجيله تاني، ساعتها هيلاقي نفسه مقتول هو وعيلته كلها، وبعدها بيسيبه وبيمشي، وبيرجع جون على بلده وبيروح بيته وبيقعد مع خطيبته اللي خفت من إصابتها، وبيستمتع جون مع خطيبته بحياته بعد ما قرر يتقاعد من مهنته، بس في الأول هيدور على اللي أمر بقتله ويخلص عليه هو وعيلته كلها، وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا رأيكم في الكومنتات. باي.